السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد أكبر بفاضل. خلونا نبلش. مستحيل مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم. بما أن كأس العالم قرب باقي له كم يوم، قلت اليوم حتى الفيديو من غير تحضير. والله اليوم أتكلم عن مباريات لما نسولف عن كأس العالم دائما أتذكرها، مباريات هي على بالي على طول، أنصحكم تشوفونها إذا لقيتوها كاملة وملخصات. خلونا نبدي. طبعا نبدي مع كأس العالم 94، وهذا أول كأس عالم حضرته لايف. دائما أول كأس عالم وايد شغلات تي على بالك وحافظ. ذاكر المباراة النهائية، طبعا قبل ما في ستلايت أرضي وأريال، ما تذكرون انتم الحين صغار ما يتذكرون. فمباراة النهائية مراضي القط تشويش صورة مصافية، ورحنا عندنا غرفة بالزاوية بالبيت، حطينا طاولة عند الدريشة، التلفزيون المتين هذا اللي غرفة كاملة وراه حطيناه بالزاوية، وأريال يلا لقط. شفنا النهائي. فأنا وقتها طبعا كنت أشجع البرازيل، وسب الكبير روماريو هو اللي خلاني أشجع البرازيل، وهو خلاني أهد البرازيل، لأن كأس العالم 98 ما أخذوه فهديت البرازيل. حولت على فرنسا زيزو وظليت معاهم. فلما الواحد يقول كأس العالم أول مباراة تي على بالي برازيل وهولندا، كأس العالم 94. والله مباراة روعة صراحة. هولندا منتخب ما في نجم أوحد كذي، يعني خصوصا كأس العالم 94 كل المنتخبات لها نجم ماكل جو. يعني البرازيل روماريو، إيطاليا روبرتو باجيو، الأرجنتين مارادونا طبعا قبل لا يصيدونه، رومانيا جورجي حاجي، بلغاريا ستويشكوف، ألمانيا كلينزمان، أسامي روح. بس هولندا ما كان عندها النجم الأوحد. هولندا فريق جماعي يلعب كرة شاملة على قولتهم، طاح بطريقهم الثنائي المرعب روماريو بيبيتو. يا ساتر، اللي بيعرف شنو يعني ثنائي يشوف هذول بالمنتخب ايش كانوا يسوون. هذول كانوا ثنائي. في قبل كم سنة، قبل 5 سنين، سألوا بيبيتو منو الثنائي اللي يشدك الحين في الكرة؟ قال اصلا عقبي انا وروماريو ماكو شيء اسمه ثنائي، احنا كنا ثنائي. شوف المباراة هي بدور الثمانية، فيها 5 أجوال، فيها جول روماريو العجيب. بعدها ننتقل لكأس العالم 98، نسخة من 4 نسخ كؤوس العالم. أول نجمة لفرنسا زيزو. زيزو مرتين، لأن واحد جول باس، بسوي لكم إياها مرتين. مباراة أتكلم عنها هي مباراة إسبانيا ونيجيريا، مباراة بالمجموعات، أول مباراة حق المنتخبين. راؤول نجم المنتخب، وريال مدريد توهم ماخذين الشامبيونز ليج، وراؤول وهييرو. راؤول كان يعني وقتها من أقوى المهاجمين في العالم. ونيجيريا ب96 قبل بسنتين ماخذين الأولمبياد، طاقين الأرجنتين والبرازيل. فريق معاد التاريخي، بابا يارو وفيندي وبابنجيدا وكانو وأوكوتشا. قبل ماكو منتخب ما عنده نجوم، كل المنتخبات عندهم نجوم معروفين بالعالم، ويطقونهم نيجيريا 3-2. مباراة للتاريخ صراحة، ويطلعون اسبانيا من الدور الأول. هذه المباراة صدق منتخب نيجيريا كان ممتع فتاك، وانتشروا. هذا جيل نيجيريا انتشر بأكبر الأندية قاموا يلعبون. دائما المباراة اللي منتخب ما حد يتوقعها ويفوز بنتيجة حلوة 3-2 4-3 على منتخب قوي مشنا، تكون المباراة روعة تظل في الذاكرة والتاريخ. بعدها نيلي العود والكبير والأسطورة زيزو. أفضل أداء فردي للاعب في مباراة في كرة القدم، مو بس في كأس العالم. كأس العالم 2006 فرنسا ضد البرازيل، ما أتوقع في أحد ما يعرفها ما شافها. شلون زيزو خلى منتخب البرازيل كل لاعبين، لما الواحد يقول البرازيل كل لاعبين على بالكم مالدينيو، رونالدو، كاكا، روبرتو كارلوس، جيلبرتو سيلفا، خلاهم كأنهم ياهال قدام يلعبون. طبعا هم اللاعبين نفسهم اعترفوا، والصحافة البرازيلية، ان زيزو علمنا شنو يعني الكرة، وعلمنا شنو يعني الفن، وقزرها علينا من الآخر. فهذه المباراة صدق 1-0، بس تمتع بأفضل أداء فردي للاعب في مباراة في التاريخ. بعدها راح نتكلم عن أفضل مباراة لمنتخب عربي في كأس العالم. كأس العالم 2014 الجزائر كان يعني من أقوى المنتخبات العربية اللي شاركت كأس العالم، ووصل دور 16. منتخب عربي قوي يعني وعالمي صراحة، بس للأسف طاحوا مع الماكينات الألمانية، وزيل عازف النيل وكلوزة الهداف التاريخي لكأس العالم. حطهم الرقم في كأس العالم 2014 على البرازيل، طاف فيها رونالدو. للأسف الجزائر طاحوا مع ألمانيا، خسروا 2-1 طلعت الروح، وكانوا أحسن من ألمانيا. نوير وقتها حارس وقلب دفاع وباك، كل شيء لعب. اللي وصل ألمانيا دور الثمانية نوير. الجزائر بدعوا وسووا كل شيء بالمباراة، بس للأسف فازوا ألمانيا وقتها.
آخر مباراة راح أتكلم عنها هي في كأس العالم الأخيرة 2018، مباراة فرنسا والأرجنتين. كان وايد عندي محبين ميسي، وميسي بياخذ كأس العالم وراح نوريكم، وأنا أشجع فرنسا. قلت لهم أنا أبيهم، أبي ميسي، أبي كل المنتخبات القوية يطيحون من طريقنا عشان نعرف شو نسوي فيكم. مباراة أتوقع أحلى مباراة في كأس العالم 2018، فجرها مبابي، جزرها على الأرجنتين. أنا من زمان مطالب هاللاعبين، فالوحيد عندي من هالتشكيلة هو جيرو العود. أعشق هاللاعب وأحسه سوبر أندر ريتد. هذه المباراة اللي حبيت أتكلم عنها. قولوا لي أنتم لما تتكلمون كأس العالم أو واحد سألكم عن كأس العالم شنو أول مباريات يجون بالكم؟ يعطيكم العافية، مع السلامة.